ما تيجوا النهارده نعمل البطاطا ويا حلاوتها دلوقتي في الشتا واحنا كده نتدفى كده بأكلها. تعالى أقولك ازاي ما تاخدش وقت منك في الفرن. أول حاجة تعمليها بتجيبي كمية البطاطا اللي انتي عايزاها وبتقطعي زي ما انتوا شايفين. بصوا الحرفين بتوعها عشان لو في أي طينة ولا في زرعة طالعة منها، وطبعا بتتغسل كويس جدا وهي تكوني عاملة لها فرشة مخصوص تغسليه بيها. بس كده، وبعد ما بتغسليها كويس جدا عشان مبقاش فيها اي طينة، بتجيبي بقى اي سكينة كده وزي ما انتوا شايفين بصوا عمالة انغص فيها بالسكينة كده علشان هي ما بتاخدش سوا بالطريقة دي. وبعدين كمان هي بتنزل العسل بتاعها منها فيها كده بيبقى جميل. بصراحة حاجة كده جميلة، بصراحة من احلى الاكلات اللي ممكن تاكليها هي وابو فروة في الشتاء. بعد ما بتخلصي بقى الكمية بتاعتك بالطريقة ديت، تعالى اقولك بقى لو هي بتاخد منك ساعة ساعتين في الفرن، الطريقة اللي انا هقولك عليها دي مش هتاخد منك غير نص الوقت بالظبط. وجربيها وانت هتلاقي ان كلامي يعني فعلا صح. كويس كده، انا خلصت بقى الكمية بتاعتي، ودلوقتي هو السر بتاعنا بقى في ان هو بيتسوى بسرعة. هو الكيس الحراري اللي احنا بنعمل فيه الفراخ. بص بتجيبي كيس بتحطي الكمية بتاعتك على حسب الكيس هياخد الكمية، او تعمليها على كيسين. وكمان الاكياس دي كمان بيبقى فيه منها احجام. بتحطي بقى الكمية كلها بتاعتك وبتقفليها كويس جدا من فوق، علشان طبعا عايزين نربطها عشان البخار بقى يسويها. وطبعا ضغط البخار هو اللي بيخليها تستوي بسرعة. زي ما بتعملي اي فرخة كده برضو بتسرعيها انك بتعمليها في الكيس الحراري. كويس كده، انت هتقفليها بالطريقة ديت وبتحطيها بقى على صينية وتسيبيها بس تبططي كده، يعني ما تخليهاش مكلكعة. وتسيبيها بقى على اعلى درجة حرارة. هي هتلاقي على طول استوت، مفيش مش هتكمل معاكي نص ساعة. بصي بالمنظر ده تقعدي تبططي فيها وبأي سكينة كده تنقذي نغزات برضو في الكيس، عشان برضو ايه يبقى فيه تهوية عشان الكيس ما يفرقعش. انا قعدت حطيتها بقى في الصينية هنا، وفضلت برضو كده افرط فيها ودخلتها بقى على الفرن بتاعي. بس كده. بعد بقى ما خرجتها بصوا من المنظر ده، خلي بالكم هي سخنة دلوقتي بالراحة عشان البخار ما يلسعش ايدك. وتفتحي كده بشويش خالص. بصوا المنظر. بصي بقى، انا عامة في ناس بتحب تاكلها كده اهو، لكن احلى حاجة وكمان خلي بالك الميزة ان انت لما بتحطيها في الكيس ما بتبقاش القشرة بتاعتها ناشفة قوي. فبتبقى يعني تحسي ان هي بتاكليها تبقى كأنها زي اكننا عاملاها بخار على البوتاجاز. لكن انا بحبها فيها لسعة شوية، فحطيتها في الصينية ونزلت نزلتها كلها في الصينية. بصوا العسل بتاعها كمان منه فيه. بصي بيكون كله مع بعض كده مندمج مع بعضه، نازل العسل على البطاطا نفسها ما نشفتش. فبرضه ده مزود طعمها، بتاكليها كده تحسي والله اكنك بتاكلي عسل ابيض. ورحت مفرطاها ورحت حطاها بقى تحت الشواية بس بسيط عشان احنا بنحب فيها لسعة بصراحة. لكن لو انت عايزة تاكليها كده مش عايزة اقول لكم مرهم. جربي الطريقة دي، انا عارفة ان انت هتستسهليها. ومش هتحطيها كده بعد كده على في الفرن على الصينية. لا، انت هتلاقي نفسك هتعمليها كده وهتاكليها تبقى احلى والله. البخار نفسه تحسي كده معرفش هي ليها طعم مختلف تماما عن اللي هي بتتعمل في البوتاجاز عادي. وانا اديتها لسعة كده عشان زودت طبعا بنحب القشرة بتاعتها. فعشان كده انا حبيت ان انا السعها. يا رب يكون عجبك الفيديو، ولو عجبك ما تنسينيش في لايك وشير للقناة عشان يوصلك كل جديد. ويلا كمان قومي انتي كمان في الجو ده، قومي اعملي لك بطاطا.